الحبايب مساء الخير. حمو بيكا اتقبض عليه وهو معاه سلاح ابيض في الزمالك، وهو دلوقتي المفروض في اسم الشرطه ولقيوا عليه 3 قضايا. ايه التفاصيل بالظبط؟ تفاصيل القضيه هقول لكم، واقول لكم على قضايا تانية المفروض اللي كانت على حمو بيكا، لان هو مش مبطل مشاكل بصراحه وكل شويه يتقبض عليه. النهارده كان هو راكب عربيته وماشي في احد شوارع الزمالك الشهيره جدا، كان الامن موجود عادي جدا، مش معمول لحمو بيكا ولا حاجه، ولا هم قبضوا عليه في مكان. هو معدي، العربيه اللي هو كان راكبها ما كانش عليها لوحات معدنيه اللي هي الثابته الدايمه اللي هي الازرق في ابيض دي، عليها ارقام او لوحات مؤقته تجاريه. فبطبيعه الحال الضابط وقفه، ما يعرفوش هو مين اصلا من بعيد، وقفوا لقيه الاستاذ حمو بيكا، فقال له العربيه ديت مش مرخصه ليه؟ قال له اصل انا لسه شاريها جديد. طب فين اوراق العربيه؟ تمام، في واحد جنب حمو بيكا صاحبه زميله راكب معاه، ممكن بطايقكم. خدوا البطايق وبتفتيش الشاب اللي جنبه، او هو تقريبا بيطلع البطاقه او بيطلع حاجه زي كده، اتنطرت مطوه او سلاح ابيض يعني، واتحرص طبعا واتقال ان هو 2. انا بقول لكم على المعلومات اللي اتقالت، انا في حد قال لي، مصدر قال لي لقيوا معاه مطوتين مع الشاب اللي جنبه، وحد تاني قال لا ده هي كانت مطوه واحده. تمام. وبعد كده راحوا يبحثوا عليه على اسمائهم على جهاز الكمبيوتر، لقيوا على حمو بيكا 3 قضايا. 3 قضايا ديت هي 3 قضايا جنح خاصه بتبديد وتراخيص وحاجات زي كده، يعني مخالفه تراخيص والى اخره. المفروض ان الاحكام ديت وفقا لمعلوماتي هي احكام درجه اولى، يعني المفروض ان هو دلوقتي هو في اسم الشرطه، هيتعرض على النيابه، المحامي بتاعه بيروح يعمل معارضه على الاحكام ديت، وحمو بيكا بيتم اخلاء سبيله على ذمه القضيه لحد لما ياخد جلسه استئناف بقى يعني. لكن حمو بيكا ما كانش معاه مطوه، ده وفقا للمعلومات، تمام، لان في معلومات اتنشرت ان المطوه كانت مع حمو بيكا. المعلومه اللي عندي لا، المطوه كانت مع اللي جنبه. لان انا ليه انا في موضوع المطوه او في موضوع السلاح الابيض؟ لان دي قضيه ثانيه، دي جنحه ثانيه بيتاخد فيها بقى 6 شهور او سنه، يعني الساده المحامين هم يفهموا اكتر مني في موضوع الاحكام ده. فالسلاح الابيض ده بيكون يعني ده جنحه لوحده يعني. ف وبرده انا منتظر يعني لو هيطلع مثلا بيان من النيابه ان السلاح الابيض ده كان بحوزه حمو بيكا او بحوزه اللي جنبه، الله اعلم. بس المشكله ان هو في عربيه حمو بيكا، يعني اتقبض على الشخص ده كمان في العربيه. فهل بقى يعني بيكا هيبقى ليه يعني دخل في الموضوع ولا لا؟ الله اعلم. النيابه برضو الساده المحامين هم اللي يوضحوا الموضوع ده. انا عايز بس اقول ان ديت مش اول قضيه ولا اول مشكله لحمو بيكا. من حوالي كام شهر برضو اتخانق في الشيخ زايد تقريبا في مطعم او في كافيه، وكسر الكافيه هو واصحابه، واتخانق مع صاحب الكافيه، وبعد كده اتعمل لهم محضر هما الاثنين، والموضوع انتهى بالتصالح بينه وبين صاحب المطعم. الله اعلم بقى هو عوض صاحب المطعم على التلفيات اللي حصلت ولا لا. بس يعني دي كمان مش اول واقعه ولا تاني واقعه. كان في الواقعه لو تفتكروها الشهيره بتاعت لما هو كان كسر عربيات في بورتو مارينا في الساحل الشمالي، وكان طالع بعربيته واتخانق وراح خبط عربيه وهبد عربيه تانية وحاجات كده، وبرده اتقبض عليه وكانت مصيبه سودة. انت ماشي تلطش في خلق الله ليه؟ هو مفيش غيرك اللي ما مثلا يعني معروف ومشهور شويه والفلوس جريت في ايده؟ ما هو في 3000 واحد برضو بيغنوا مهرجانات زيك واحسن منك ومعاهم فلوس وربحانه ورزقانه معاهم، يعني ربنا يبارك لهم، وراكبين عربيات حلوه ومفيش حد بيسمع لهم صوت، يعني بياكلوا عيش في سكوت في هدوء. لكن انت طول الوقت ليه عماله تلطش؟ ليه طول الوقت يعني مفيش سنه او كل سنه ولا سنتين ليك قضيه، ليك مشكله، ليك خناقه؟ ايه يا عم؟ وبعدين يرجع يقول لا اصل ده غلبان وعلى سجيته والطيب وما اعرفش ايه. طب ما تمشي بقى، ما تاكل عيش وتسلك، كل عيش. لان في ناس كتير جدا يعني تتمنى ربع اللي انت فيه وهم ساكتين وبيجتهدوا 3000 مره احسن منك. فانت ربنا كرمك بعد تعب وبعد واداك من عدم، وان انت يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بيتحقق قول هو لا يرزقنا من لا حيلة له، حتى يعني ايه يتعجب اصحاب الحيل. انت ولا اي حاجه خالص، ما في لا صوت ولا اي حاجه، وربنا اداك تمام. اسكت بقى وامشي. ليه يعني؟ ولا الفلوس بتبوظ؟ لو رحت الرجعه بتبقى صعبه. يعني انا ما اعرفش انت هتشوف الفيديو ده ولا لا، يعني ربنا يفك كربك. بس يعني صحابك اللي بيتفرجوا على الفيديو ده، وانا عارف ان في ناس بتتفرج عليه، يعني قولوا له اللي بيروح الرجعه بتبقى صعبه، ولو لما تطلع مش هتلاقي الدنيا حلوه زي الاول. بس كده، شكرا.